حلقة جديدة عن البرد الدراجون والإجوانا وازاي نربيهم وديكور الحوض. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل معاكم حلقة جديدة ان شاء الله عن تربية الإجوانا والبرد الدراجون. بياكلوا ايه، متطلباتهم ايه، بيعيشوا ازاي، ينفع يعيشوا مع بعض ولا لأ، وايه الظروف المتطلبات بتاعتهم، والحوض او البيت بتاعهم والديكور بتاعه ايه. اول حاجة انا مربي الاتنين مع بعض وهتشوفوا دوت في الفيديو. تاني حاجة هنبتدي نفرش الحوض بتاعهم. انا جايب نجيلة صناعي، تمام، وجايب ترمومتر، وجايب لمبة تدفئة، وجايب لمبة UVB اللي هي بديلة للشمس، وجايب صخرة، وجايب فرع شجرة. الإجوانات بتحب تتسلق، البرد الدراجون من الكائنات الصحراوية، بنحط طبق فخار دوت للمية، تمام. يفضل الفخار لأنه هو بيحتفظ بالسقعية بتاعة المية، وشوية ديكور بسيط، وخلفية للحوض من ورا بحيث ان هو يدي منظر بدل ما يبقى الحوض فاضي من ورا، تمام. بنبتدي نرص الديكور زي ما احنا عاوزين بالشكل اللي يناسبنا والشكل الجمالي اللي احنا شايفينه مناسب لينا. اول حاجة بنعملها في تربية الحيوان لازم نقرا عنه قبل ما نجيبه، تمام، ولازم نكون عارفين كل التفاصيل بتاعة الكائن الحي اللي احنا هنبتدي نربيه وان احنا هندخله في بيتنا، واللي هو هيبقى في الاخر مسؤول مننا، لان هي في الاخر روح مهما كانت ايه هي في الاول وفي الاخر روح ما تقدرش تتحكم في نفسها ولا تصرف عن نفسها ولا تأكل نفسها الا طالما هي مش في البرية. طالما دخلت الاسر ودخلت بيتك فانت مجبر ان انت تتعلم على الحاجة ديت، تتعلم على ازاي تربيها، ازاي تأكلها، ازاي تعرف ان هي بتشتكي، ازاي تعرف كل تفاصيلها، وهتفهم شخصية الكائن الحي اللي معاك. اهم شيء من الحاجات دي كله ان انت تكون متابع الكائن الحي بتاعك اول باول، وتبتدي تعرف السلوك بتاعه، اذا كان هو تعبان او اذا كان هو كويس ولا ايه اللي حاصل. هتشوفوا في الفيديو حركة هيعملها التنين الملتحي، وهسيب لكم الرد وانتوا تقولي لي هو كان بيعمل ليه كده، وانا هرد عليكم بعدها في التعليقات ونشوف مع بعضنا هو صح ولا غلط. دلوقتي انا جبت البيت بتاعهم وظبطت كل حاجة الديكور زي ما انتم شايفين، وببتدي برش بالبخاخة على الحوض عشان خاطر اعلي الرطوبة. الاجوانا من الكائنات اللي هي بتحتاج رطوبة عالية، بتحتاج رطوبة من خلال 50 ل60 70%. الحرارة بيحتاجوا حرارة عالية من فوق ال30، تمام، سواء هي او سواء البرد دراجون. البرد دراجون من الكائنات الصحراوية، بيحتاج بيئة صحراوية، بيحتاج يعيش في درجة حرارة عالية. ولذلك احنا طبعا عارفين ان الاتنين سواء البرد دراجون او الاجوانا من الكائنات اللي بتحتاج ان هي يبقى في مصدر حرارة طول الشتاء، لان هي من ذوات الدم البارد. والمعنى بذوات الدم البارد ان الكائن الحي ما بيحتفظش بدرجة الحرارة في جسمه، مش زي جسم الانسان. يعني لو اتحط عليه صوف او اتحط في مكان دافي مثلا، واحنا شايفين ان هو مثلا هنغطيه او مش هيوصل له هوا، فهو كده اتدفى. لا خالص، احنا جسمنا بيقدر يحتفظ بالحرارة، انما الاجوانا او الكائنات الحية عموما الزواحف ذات الدم البارد ما بتقدرش تحتفظ بالحرارة. وزي المثال دوت برضو السلاحف، عشان كده طول الشتاء لازم نكون موفرين مصدر حرارة. الشمس عامل اساسي، الاكل لازم يكون دايما فريش، ما ينفعش تديهم اكل بايت، وما ينفعش تسيب الاكل لحد يومين 3 او يومين على الاقل، ده غلط. انا دلوقتي رشيت لهم، جبت الخس وقطعته حتت وحطيته في الطبق، وبعدين كنت جايب علف ارانب وعامله في الخلاط، تمام، ورحت رشش عليه رشة كده بحيث ان هو ايه يبقى بروتين. وساعات بحط الكالسيوم طبعا بتاع العصافير اللي هو السيبيا. نزلنا البرد دراجون ونزلنا اول اجوانا، وهننزل تاني اجوانا، ونبتدي نتفرج عليهم هما في الحوض. الحوض دوت معمول للتلاتة دول مع بعض لفترة مؤقتة. طبعا كل حاجة لها متطلباتها، وزي ما احنا عارفين ان الاجوانات بتوصل لاحجام كبيرة جدا، بتعدي المتر والمتر ونص. فاحنا عشان خاطر نبقى قادرين ان احنا نراعي الكائن الحي لازم نبقى عارفين متطلباته من قبل ما يجي. فالاجوانة هتحتاج بيت كبير بعد فترة، تمام. والبرد الدراجون ممكن الحوض دوت يناسبه، هو حوض 80 سنتي، فلما يكبر هيبقى لوحده فيه. الحوض دوت هيناسب البرد الدراجون لوحده، وممكن نبقى نكبره وقت ما نحب، تمام.
لازم نبقى فيه في الحوض عندنا الديكور اللي هو يهيئ للكائن الحي ان هو عايش في مكان طبيعي شوية. ده زي ما انتوا شايفين كده شكل الحوض، الخلفية مع الطوبة مع الحاجة، وزي ما بشاور لكم كده ده الترمومتر. الترمومتر اهم حاجة عندنا لازم يكون مظبوط، واحنا عارفين الدرجة بتاعة الحرارة والرطوبة. ودي اللمبة السيراميك، واللمبة اليو في بي دي بديلة للشمس، ولكن ما بتغنينيش عن الشمس 100%. هنتكلم عن الغذاء بتاع البرد الدراجون، وهو عبارة عن 50% حشرات 50% بروتين. كل ما البرد الدراجون يكبر نقلل الحشرات ونزود في الخضروات. الخضروات المسموح بيها زي الخس، زي الكابوتشا، زي الجرجير، زي الخيار، وهكذا، وبعض الانواع زي الجزر المبشور والكلام ده. الحشرات طبعا مفيدة جدا ومهمة جدا ليه، لان هي اللي بتزوده بالبروتين وبتخليه يكبر بسرعة وبيبان عليه. الحركة دي اللي كنت اتكلمنا عليها في اول الفيديو، اللي يعرف هو بيعمل ليه كده يقول في التعليقات وانا هبقى ارد عليكم. الإجوانا نتكلم عن الأكل بتاعها، هي بتاكل بنسبة 90% هي كائن نباتي بيتغذى على النباتات. نفس برضه يعتبر الأكل بتاعه، يعتبر بتاكل أصناف كبيرة جدا من النباتات، وبتحتاج ان احنا نديها كالسيوم على الأكل بتاعها. فالكالسيوم ممكن نحط بروتين زي بروتين الأكل الحيواني اللي هو بتاع الأرانب، العلف بتاع الأرانب بنطحنه ونرش على الأكل زي اللي احنا رشيناه في أول فيديو. بتاكل الخضروات طازة طبعا هفضل، وممكن نرش على رشة مية. الإجوانا بتحتاج في بعض الأوقات حشرات في الأكل بتاعها علشان خاطر يزودها بالبروتين. فالإجوانات احنا بنحط لها ميل ورم، هو غني بالبروتين ولكن مش بنسبة كبيرة لأنه بيسبب مشاكل صحية على المدى البعيد. فاحنا دايما نبقى معتدلين في كل حاجة. يعتبر الاتنين بياكلوا نفس الأكل وبيتغذوا نفس الغذاء، ولكن الإجوانا الرطوبة بتاعتها 60-70%، البرد الدراجون 30-40%. فأنا حطيتهم مؤقتا مع بعض، وبعد كده كل حاجة هتتفصل في الحوض بتاعها بالتفاصيل المطلوبة للتربية. الإجوانات مع بعضها والبرد الدراجون لوحده. الإجوانا طبعا كل ما تكبر كل ما بنزود في حجم البيت، وكل ما بنكبر حجم البيت بتاعها بالتفاصيل والديكور المطلوب. البرد الدراجون لما يكبر ممكن الحوض 80 سنتي مناسب، لو كبرناه مش هيكمل متر، ممكن يبقى المتر يبقى مناسب جدا جدا بس. والديكور بيختلف طبعا. عندنا التلاتة دول مع بعض عندي بقالهم 3-4 شهور من وهم صغيرين. اتعودوا على الميل ورم، ودوت للأسف يعني كانت حاجة الأول كويسة، ولكن في بعض الأوقات بتبقى وحشة شوية، لأن هما بيبتدوا يمنعوا الأكل التاني أو يقللوا من أكلهم ومنتظرين الميل ورم. فزي ما انتوا شايفين كده هي الإجوانا فاكرة إن صباعي فيه ميل ورم فعايزة تاكل منه، هي والبرد دراجون. فزي ما انتوا شايفين بص متابعين حركة صباعي، لأن هما متعودين لما بأكلهم حشرات بتبقى ممسوكة مثلا بالإيد أو بالجفت، فهم اتعودوا على كده. عشان كده بص لو تلاحظوا ان هما الاتنين نفسهم فاكرين ان في ايدي فيه فعلا حاجة زي الميل ورم، لان فعلا لما بيشوفوا الميل ورم بيتجننوا عليها جدا. بس كده، يا رب تكون الحلقة عجبتكم، يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا لي حاجة يقولها، وان شاء الله اشوفكم في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله.